مساء الخير. النهاردة هنتعلم رز بالخلطة من جامايكا. المقادير بتاعته: دول 2.5 كوباية رز بسمتي او ممكن رز طويل الحبة، 200 جرام فاصوليا حمراء او ممكن الفاصوليا البيضة العادية. دي عبارة عن علبة جاهزة مستوية جاهزة، وصفتها من المية بتاعتها وغسلتها كويس قوي، وممكن احنا ندمسها في البيت الاول قبل ما نعمل الرز. حوالي حزمة بصل اخضر متقطع شرايح، دول 5 بصلات، بصلة متوسطة متقطعة صغير خالص، ملح، ربع كوباية زيت. طبعا الرز جامايكا معروف ان هو بيبقى شطة، فانا ضايفة هنا فلفل شطة قرن متقطع برضو شرايح، فصين توم كبار مطحونين، قالب مرقة خضار، نص معلقة صغيرة زعتر، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، 3 كوبايات مية، 2 كوبايتين لبن جوز الهند مفيهوش سكر. الرز ده هنعمله بالجريفي. مقادير الجريفي: 2 كوبايتين لبن جوز الهند، 2 معلقتين كبار زيت، شوية ملح، بصلة كبيرة مبشورة، وفصلت العصير عن البصل، يعني العصير لوحده البصل لوحده، 1 كوباية بطاطس مهروسة، دي بطاطسية كبيرة قشرتها وقطعتها قطع كبيرة وسلقتها في شوية مية لحد ما اتهرت خالص، وبعد كده هرستها. معلقة كبيرة دقيق، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة جوز الطيب، نص معلقة صغيرة بهارات، وقالب مرقة خضار. تعالوا نشوف ازاي هعمل الرز. قبل ما ابتدي اجهز الرز هحط اللبن كله الاول والمية وقالب المرقة وشوية ملح، بس بعد ما يغلي ادوقه عشان اشوف الملح. بعد كده احطهم على النار في نفس الوقت والمية بتغلي اكون بجهز الرز. هولع النار على الحلة اللي انا هسوي فيها الرز، واحط الزيت كله، وبعدين احط البصل واحمره كويس قوي. في الوقت ده اغسل الرز، هو كده احمر حلو، احط البصل الاخضر واشوحه شويه. في نفس الوقت انا مولعه على اللبن والميه. بعد كده احط الثوم ومعاه الفلفل والتوابل، وبعد كده على طول احط الرز. ما حمرش الثوم كتير، حاجه بسيطه خالص، وهدي النار واقعد افلفل فيه، يعني اخليه يتشوح بس. ميه الرز غليت. قبل ما احطها على الرز احط الاول الفاصوليا، بس احاول ما اقلبهاش كتير عشان خاطر ما تتبهدلش. بعد كده اصب على طول اللبن، بعد ما قلبتها استنى بس ما تغلي قدامي كويس، احط تحتيها شبكة واهدي النار زي ما بسوي الرز بالظبط. قبل الاخر بعد ربع ساعة تقريبا اشوف الرز استوى ولا لا، لو احتاج مية اضيف. هو كده غلي، ههدي النار. عبال ما الرز يستوي ابتدي اجهز الجريفي. هحط الزيت الاول والبصل اللي انا شايله المية بتاعته، واحاول احمره كويس قوي يبقى لونه احمر. في نفس الوقت على نار تانية احط اللبن كله ومعاه التوابل وعصير البصل والبطاطس، واحاول اقلبهم، بس اخلي بالي عشان ما يفرش وما يتحرقش عشان فيه بطاطس. اول ما يسخن يغلي اطفي عليه واسيبه لحد ما اكمل بقيه الحاجه، واحط قالب المرقه. اقلب باستمرار زي ما احنا شايفين البصل كده احمر. هحط عليه معلقه الدقيق واكمل تحمير عشان احنا عايزين لون بني شويه. النار تبقى هاديه عشان ما يتحرقش مني قبل ما يتحمر. هو كده خلاص اتحمر وبقى لونه احمر.
ابتدي احط الخليط ده بشويش خالص واقلب، والنار هاديه خالص، واحده واحده. اتاني حطها على النار لحد ما لون البصل ده يفتح، يعني اللون كله يروح في الجريفي نفسه. وادوق الملح بتاعه. هو كده خلاص خلص، لونه غمق شويه. هحطه على طول وهو سخن في طبق التقديم. زي ما احنا شايفين ده شكله النهائي. بعد ما يتغرف بيتحط عليه الجريفي. هو الطبق ده سبايسي شويه. حاولوا جربوه ان شاء الله يعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.